البنت كانت بترمي عظمة في طبق الكلب، وفجأة العظمة اختفت. في نفس اللحظة في قائد عسكري من 2000 سنة كان بيصلي علشان يلاقوا أكل، وفجأة العظمة وقعت عليه. الجنود اتخضوا وافتكروا إنها هجمة، بس لما لقوها عظمة قالوا أكيد بعتاها. البنت استغربت واختفت تاني، فبدأت ترمي أنواع مختلفة من الأكل في الطبق، وكل الأكل ده كان بيتنقل للجنود زمان. الجنود فرحوا، بس الأكل ما كانش كفاية، فالقائد دعا تاني البنت علشان الطبق مش بيتملي، فسكبت كل أكل الكلاب فيه، والأكل ده راح للجنود في المبخرة بتاعتهم، واستغربوا شكله. لكن واحد منهم جربه ووقع، بس طلع مش مسموم، بالعكس قال إنه طعمه حلو وفيه ملح ولحمة. فضل عندهم مشكلة المية، فالقائد كتب دعاء وحرقه وحط الرماد في الطبق. الرماد اتنقل على طول وطار في وش البنت. وقتها البنت حطت الطبق تحت الحنفية، والمية اتنقلت للجنود وحلت مشكلتهم. وفي الآخر القائد باعت مجوهرات، والبنت رجعت بيتها لقت بيتها مليان ذهب. راحت لمحل المجوهرات واتقال لها إن الحاجات دي آثار قديمة تساوي $1,000,000.